بص لي من الناحيه دي شويه، ومن الناحيه دي شويه، ومن فوق شويه، من تحت شويه. بس حلو كده. القص والقطع في اللايت روم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المودعين، يا رب تكونوا بخير. معاكم عبد العزيز ابراهيم في فيديو جديد من سلسله اللايت روم، واللي فيها بنتكلم على ازاي تعدل صورك من الصفر للاحتراف جوه برنامج اللايت روم. النهارده هنتكلم على تول مهمه، وهي الكروبينج تول او اداه التقطيع. اداه التقطيع هي بتديك امكانيه ان انت تقطع من الصورة بتاعتك من الجوانب بتاعتها، من الحواف بتاعتها، فوق وتحت وعلى الشمال واليمين. هنعرف مع بعض ازاي نستخدم كروبينج تول جوه اللايت روم، ليه اصلا بنستخدمها، وشويه نصايح عشان تستخدمها صح وتطلع بافضل نتيجه. وطبعا هتشوف كل ده على امثله مختلفه. قبل ما نبتدي خلينا نسال نفسنا سؤال: هو انا ليه اصلا اعمل كروبينج؟ دلوقتي وانت بتصور بتعمل فريمنج للصوره او تكوين للصوره، او بمعنى اصح بتحط العناصر اللي موجوده عندك في الصوره في اماكن معينه، بحيث ان الصوره لما حد يشوفها يعرف يقراها، او ان هي تبقى انترستنج كفايه للشخص اللي بيشوفها. خلينا نقول ان انت رحت صورت، وبعد ما صورت جيت تشوف الصور بتاعتك، لقيت ان في عناصر مشتته عندك في الصوره. فانا العناصر المشتته دي مثلا على اليمين او على الشمال، فابدا ان انا اعمل كروبنج واشيل العناصر المشتته. وده اول سبب ان انا استخدم الكروبنج بتاعي. تاني حاجه، لو انا مثلا بصور بعدسه واسعه شويه، معايا عدسه 35، ودي العدسه اللي انا غالبا بصور بيها، ولكن انا بصور حاجه بعيده شويه ومش عارف اقرب لها، في بحر او في ميه او في ايا كان الحاجه، فانا مش عارف اقرب برجلي للحاجه دي، وفي نفس الوقت مش معايا عدسه ببعد بؤري كبير شويه او زوم لينس تخليني ان انا اقرب واخد المنظور اللي انا عايزه. فانا ساعتها باخد الصوره وبعمل حسابي ان انا هعمل كروبنج جوه اللايت روم، بحيث ان انا اطلع الكومبوزيشن او التكوين اللي انا عايزه. ثالث سبب وهو ان انا اغير الاسبكت ريشيو. الاسبكت ريشيو دي هي النسبه ما بين الطول والعرض جوه الصوره بتاعتك. كاميرات الدي اس ال ار او كاميرات الميرورلس الطبيعي بتاعها 3 to 2، يعني العرض بتاعك 3 و2 في الطول. دلوقتي لو انا عايز اغير الكلام ده لسبب ما، ان انا مثلا عايز اطبع على ورق 40 في 30، ف 40 في 30 اصلا النسبه بتاعتها 4 ل 3، فانا محتاج اغير الاسبكت ريشيو بتاعتي بحيث ان هي تبقى 4 في 3. او مثلا عايز اغير الاسبكت ريشيو عشان الانستجرام مثلا، ده اشهر الاسباب، ان انت الناس بتحط 1 باي 1 اللي هو واحد لواحد على الانستجرام. اعرف اعمل ده باستخدام الكروبينج تول. اخر سبب بقى، وتعالى نقول ان انت دلوقتي عندك صوره هوريزونتال وعايز تغيرها تخليها فيرتيكال، فانا برضو باستخدام الكروبينج تول اعرف اعمل ده. فخلينا نفتح اللايت روم ونشوف الكروبينج تول وازاي نستخدمها، وازاي نطلع نتيجه مرضيه ليك كمصور او كفنان. تمام، صلى على النبي كده وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا دلوقتي عايز اعمل كروبينج، فمن الديفلوبمنت ديول بلاقي علامه اللي هي عامله كده. تمام، العلامه دي هلاقيها جوه الكروب اوفرلاي او ان انا اتك على حرف الار، هلاقي فتحت معايا. هلاقي اول حاجه الاسبكت ريشيو. جوه الاسبكت ريشيو هلاقي از شوت، اوريجينال، والاثنين تقريبا واحد، في كاستم وفي 1 باي 1، 4 باي 5، 8.5 باي 11، 5 باي 7، 2 باي 3، 4 باي 3، و 16 باي 9، و 16 باي 10. او ان انت تدخل الحاجه النسبه اللي انت عايزها. تمام، لو جينا هنا وغيرنا الاسبكت ريشيو 1 باي 1 مثلا، فهو هيبدا يديلي مربع للصوره نفسها. او لو خليتها 2 باي 3، فهو بقى يخلي لي الصوره نفسها فيرتيكال مش هوريزونتال اصلا. لو 4 باي 5، فبرضه نفس الكلام، هيبدا هو يغير لي الاسبكت ريشيو ل 4 باي 5. لو خليت هنا 16 باي 9، هلاقي ان الاسبكت ريشيو اصلا بتاع السينما، واللي هنا ده اللي انت بتشوفها لما بتدخل السينما بتاعتك. لو جينا هنا لنقطة الانجل، والانجل هنا انت بتختار الخط الافقي، او بمعنى اصح درجة الميل اللي في الصورة، ودي بنستخدمها اكتر عشان تحدد الخط الافقي بتاعك. يعني مثلا لو جبنا صورة زي الصورة دي وجينا هنا، هنلاقي ان الخط الافقي بتاعي مايل شوية، فلو جيت هنا في الانجل فهيبدأ يلفها معايا بحيث ان الخط الافقي بتاعي يبقى ماشي مع الخطوط اللي موجوده، او العكس. لو انا
مش عايز اغير فيه السلايدر ده واحده واحده عندي، فانا اروح جاي متكي على كلمه الانجل هنا، واجي له على الخط الافقي اللي موجود عندي، واقول له والله هو ده، خليهولي خط افقي. تمام. وعشان اتاكد برضو اروح جاي متاكد كده بره، وهلاقي ان هو ماشي مع الخطوط اللي موجوده الرأسيه والافقيه عندي جوه الصوره. في الترانسفورم تول الفيديو اللي فات احنا شرحنا الحته بتاعت لو عندي خطوط رأسيه وخط عندي خطوط افقيه والبرسبكتيف بتاعي مختلف تماما، تقدر تشوفها من الفيديو اللي هيظهر فوق ده. تمام. اخر حاجه بقى هنا وهتلاقي الاوفرلاي. طبعا الاوفرلاي هو الخطوط اللي باينه على الصوره، يعني انا عندي هنا خط كده وخط كده وخط كده وخط كده، او الرول اوف ثيرد اللي باينه عندي على الصوره دي. يا اما اختار ان هي تبقى موجوده على طول، يا اما تبقى مش موجوده وهو هيشيلها لي، فانا بخليها دايما موجوده. وان انا الاوفرلاي بتاعتي ابدا ان انا اغير الاوفرلاي الموجوده، ودي هي جايد للتكوين بتاعك. يعني ايه جايد للتكوين بتاعك؟ يعني انا لما اجي اغير الاوفرلاي بتاعي، انا بشوف قواعد التكوين اللي موجوده عالميا اللي هي الجولدن ريشيو والرول اوف ثيرد وغيرها، وهلاقيها موجوده، واقدر اقطع الصوره بتاعتي بحيث ان هي تبقى متناسبه مع الاوفرلاي اللي ظاهر عندي. خلينا بقى ايه، نبتدي كده ناخد كذا مثال ونشوف انا ليه اصلا بفكر ازاي لما اجي اقطع. انا اول حاجه قلناها ان انا مثلا انا عندي التشتت، هل انا هنا عندي عناصر مشتته جوه الصوره بتاعتي؟ فانا لا. ولكن هل التكوين ممكن يتحسن لو عملت كروبنج؟ يعني انا لو عملت كده مثلا، كده اعتقد ان التركيز بقى اكتر على السبجكت اللي هو عندي العصفوره الصغيره اللي موجوده. في نفس الوقت انا خليتها تقريبا جوه السنتر، وساعتها اعرف ان هي تبقى الصوره كده افضل بكتير من قبل كده. لو شفنا هنا الصوره دي مثلا، فالصوره هنا هي صوره متصوره في الشارع المعز. ولو جينا نقول والله انا عندي هنا العناصر المشتته، انا التركيز بتاعي هنا على الشخصين اللي في الشمال، وده انا عايز يبقى التركيز كله عليها. لو انا سبت الصوره كده، يعني في عناصر مشتته كتير، فانا هبدا اعمل كروبنج للصوره بحيث يبقى التركيز عندي على الناس بس، او بمعنى اصح اشيل العناصر المشتته او الالوان المشتته اللي جوه الصوره عندي. فكده الصوره بقت افضل بكتير، لان انا بقى التركيز بقيت شايف الشخصين دول. لو كمان جيت هنا وعملت اوفرلاي، غيرت الاوفرلاي لمثلا طبعا انت بتغير الاوفرلاي لو تكيت على او جوه البتاع، فهيغير لك الاوفرلاي. وجبت مثلا الجولدن ريشيو وعملت كده، فانا كمان ممكن اظبط التكوين بحيث ان هو يبقى المكان عندي او الشخص اللي انا او بحيث ان انا يكون السبجكت عندي جوه الجولدن ريشيو او جوه السبايرال بتاع الجولدن ريشيو اللي هو هنا. وكده افضل بكتير جدا كمان من قبل كده. خلينا نشوف كمان مثال على الصوره دي. ولو قلنا والله انا هنا عندي الشخص اللي موجود ده، بس انا في حتت هنا هي ما فيهاش معلومات كتير، يعني انا لو شلت وعملت كده انا مش هخسر معلومات جوه الصوره، او مش معلومات، قصدي مش قصدي المعلومات ان انا اخسر كواليتي، لان انا كده كده وانس ان انا بعمل كروبنج فانا بقلل الكواليتي او الريزوليوشن بتاع الصوره بتاعتي. ولكن المعلومات ان انا مفيش اضافه للمشاهد بتاعي من المعلومات اللي موجوده في الجزء ده. فانا لو عملت كروبنج بالطريقه دي، فانا ستيل عندي الشخص، ستيل عندي انا شايف الناس اللي حواليه والجو العام اللي حواليه. لو جينا هنا بقى برضو على الصوره دي وجيت قلت له والله انا دلوقتي هل عندي حاجات مشتته في الصوره اعرف اتخلص منها؟ انا شايف ان الشخص ده مثلا اللي فوق ده ملوش لازمه. يعني معنى صح، هو انا لسه شايف ان في اشخاص تانية موجوده عندي ورا. هل الكومبوزيشن كده تمام؟ انا شايف ان هو كده هيبقى افضل. ولو كمان جيت قلت له والله هات لي السبايرال
قلت له فانا كده عندي انا الشخص نفسه او الوش بتاع الطفل نفسه في جوه السبايرال، فككومبوزيشن وايز هو احسن بكتير من قبل كده. عشان بس نقارن ما بينها خلينا ناخد نسخة تانية ونرجع للست ونشوف ما بين دي ودي، دي ودي. فانا ما خسرتش معلومات الاودينس او الراجل اللي بيشوف الصورة عندي محتاجها عشان يفهم الصورة. في نفس الوقت بسطت التكوين بتاع الصورة على قد ما اقدر. مقابل كده انا خسرت جزء من الكواليتي بتاع الصورة، ودي لازم على طول تبقى في دماغي. انا اخد مثال كمان على مثلا الصورة دي، ولو جيت هنا والله قلت له انا عايز الجولدن ريشيو تبقى هنا، في نفس الوقت انا مش عايز اشوف الجزء اللي فوق ده بتاع الكوبري، انا عايز اشوف بس الريفليكشن بتاع كوبري، وبقى عندي صورة اوضح واحسن للمنظر نفسه اللي عندي. طبعا الصورة دي انا ما كانش ينفع اخد الكومبوزيشن دي عشان انا كنت بصور بعدسة 35، وبالتالي انا ما كنتش واقف على كوبري، فانا اوريدي في المكان اقصى مكان اعرف اروح له، فانا ما كنتش اعرف ان انا اتحكم فيها. طبعا بحاول اظبط الكومبوزيشن على قد ما اقدر، ولكن انت ساعات بتبقى مضطر ان انت تاخد صوره وعارف ان انت هتعمل لها كروبنج بعدين. خلينا ناخد مثال كمان هنا على الصوره دي، وبرضه هنستخدم فيها طبعا الصوره حلوه، ولكن انا شايف ان الكومبوزيشن عندي متلخبط. يعني ايه متلخبط؟ يعني انا عندي السماء فيها كتير، فيها معلومات شويه، فيها حته الازرق دي، ولكن انا شايف ان هي ممكن تتحسن، خاصه ان انا لو مثلا عملت كده قلت لي والله انا عايز الهدف بتاعي من الصوره او السبجكت اللي انا مركز عليه في الصوره هو البيت اصلا، فانا خليهولي في جوه السبايدر. جينا بقى وشفنا الصوره نفسها، هنلاقي الصوره بقت اوضح للمشاهد بتاعي والدنيا فيها اوضح بكتير. خلينا ناخد مثال هنا كمان للصوره دي، والصوره دي كانت في بالي، الصوره دي كانت في بالي لشخص من الاشخاص اللي بيعمل سيرفنج، وانا هنا عندي ناس بره مش حاسسهم ان هم هيضيفوا لي اي حاجه جوه الصوره، فانا ممكن اعمل كروبنج واخليه كمان في السنتر او اوف سنتر، بحيث ان انا ابين له الحاجه اللي موجوده عندي هنا الناحيه دي، والصوره بقت افضل بكتير. لو خلينا نشوف قبل وبعد ونقارن ما بين الاثنين، ده الصوره قبل، دي الصوره بعد، صوره ابسط والرساله اللي فيها اوضح، وده المهم عندك في الصوره. خلينا ناخد مثال كمان هو اكستريم شويه، ولكن هنا مثلا الصوره دي من الصور اللي انت ساعات وانت في المكان بتصور ما بتفكرش كفايه، او ساعات كتير بتبقى انت تفكيرك في الصوره نفسها مش صح، او بتفكر في صوره ولكن التنفيذ بتاع الصوره نفسها بيبقى مختلف. فانا هنا مثلا لو جيت ظبطت لو هنا بصيت على الصوره وظبطت الفيرتيكال لاين عندي وقلت له والله تعالى بقى اعمل لي، انا اصلا كنت بفكر ايه في الصوره دي، ان انا عايز ابين الطواقي اللي موجوده الحمراء دي ومعاها البرج بتاع برج ايفل، فانا هروح جاي عامل كروبنج قوي للصوره، في نفس الوقت تعمل كروبنج للصوره كده، ولو لاحظنا ان التكوين بتاعها اختلف تماما. طبعا يعني في فرق شاسع، انت هنا عملت كروبنج والكواليتي نفسها بتاعت الصوره بتاعتك تقريبا قلت كتير. يعني انت لو انت بتصور على لو الريزوليوشن بتاعك 6000 مثلا في 4000، 6000 بكسل في 4000 بكسل، فانت دلوقتي قللتها تقريبا ل 3000 ل 2000 حاجه زي كده يعني، او ممكن كمان اقل.
يعني حسب نسبة القطع اللي انت خدتها من الصورة. لو خدنا مثال كمان على الصورة دي، مثال أخير هنا على الصورة دي، وقلنا والله أنا هنا الصورة دي أولا أنا عندي الفيرتيكال والهوريزونتال لاينز بتاعتي مش مظبوط، تمام؟ فأنا محتاج أظبط الروتيشن بتاع الصورة. وبعدين برضو عندي الحتت الزرقاء دي ملهاش أي لازمة، مش بدالي أي حاجة في الصورة. طبعا هو أنت ممكن تأرجي إن هي بتروح مع الكرة الزرقاء، ولكن انا شايف ان هي ملهاش اي لازمه. انا اروح جاي ظابط اللاينز بتاعتي على الشخص اللي بيلعب، بحيث ان هو اللي يكون هو السنتر بتاعي. وفي نفس الوقت انا مش عايز اشوف اللمبه، برضو مش فارقه معايا قوي، وعايز يبقى الفريم بتاعي عندي ضيق شويه جوه الصوره. انا الفيرتيكال لاين عندي هنا مش مظبوط، فانا لو عملت كده فهو احسن، يبقى افضل. انا هنا عندي الصوره بقت اوضح، بقى السين عندي او مشهد عندي ضيق كفايه ان هو يخليني اشوف الحاجه. فانا كده النهارده عرفنا ايه هي الكروبنج تول، ازاي نعمل كروبنج، وليه نعمل كروبنج جوه اللايت روم، وايه هي الحاجات اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها واحنا بنعمل او شغالين بالكروبنج تول في الصوره. وعرفنا الاسبكت ريشيوز، وعرفنا والاوفرليز المختلفه عندنا. قول لي تحت في التعليقات انت بتعمل كروبنج للصور بتاعتك ولا لا، وهل الكروبنج بالنسبه لك مفيد ولا لا، وازاي بتعمل الكروبنج. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل الجرس، ونشوفكم الاسبوع الجاي في الفيديو جديد من سلسله لايت روم يوم الاثنين الساعه 8. سلام.